هاي عاملين ايه؟ النهارده انا هعمل بيتزا. بس هعملها يعتبر ما فيهاش مكونات كتير اصلا، يعني يعتبر اللي ما عندوش حاجه خالص يقدر يعملها. انا بصراحه كان عندي خميره، بس لقيتها يعني انتهت، وكسلت اطلب خميره. فقلت طيب، ليه ما اعملهاش بالبيكنج باودر وخلاص. كنت يعني عامله حسابي بقى ان في خميره وان انا هعمل بيتزا وكده. فلقيت الخميرة انتهت ويعني كسلت ان انا اطلب خميرة يعني وكده. فايه، قلت طيب هعملها بالبيكنج باودر. وهعمل كمية بسيطة هجربها معاكم، لو طلعت حلوة هعملها كده على طول. انا حطيت كده كوباية دقيق ونخلتهم، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة، ورشة ملح، وهحط زيت طبعا بس مش دلوقتي، يعني هحطه بعد العجن. ومعايا حوالي نص كوباية مية هحطه بالتدريج وانا بعجن، بس طبعا ايدي نظيفة. بس انا هعجن كده معاكم. احط شوية مية وايه، ونعجن. بصوا بصراحة ما عرفتش اصور لكم وانا بعجن وكده. بس هي ما اخدتش مني يعني 5 دقايق بالظبط وايه، على قد ما قدرت بصراحة. يعني لو تقدروا تعجنوا اكتر من كده اوكي، بس انا شايفة انها كده كويسة برضو. هحط لها بقى ايه، زيت. هو طبعا انا حطيت كمية المية كلها. يعني هي كوباية الدقيق اخدت مني نص كوباية مية. بعد كده انا رجعت زودت لها معلقة مية، وبعد كده زودت معلقة دقيق. بعد كده حسيت ان انا ايه، ما كانش ليها لازمة، يعني هي اوريدي الكوباية الدقيق عليها نص كوباية مية، بس من غير ما نزود اي حاجة. بس هحط لها بقى الزيت واسيبها ترتاح شوية على ما اعمل معاكم الحشوة. بصوا بقى انا جبت كده الصينية، دهنتها زيت. اوكي. طبعا انا حاولت اعملها بزيت ودقيق، حسيت ان مش هينفع يعني، فكترت زيت شويه. وعملت حطيت العجينه كده وفرقتها في الصينيه، وزي ما انتم شايفين، وعملتها بالشوكه كده، خرمتها بالشوكه. بس انا بقى معايا حشوه. بصوا بقى معايا، ده كان ورك، يعني ورك فراخ مشوية بايت من امبارح. فقلت ايه، قلت طب ليه ما اعملوش، يعني انا مش عاجبني طعمه كده، فايه قلت ادخله في البيتزا وهيبقى طعمه حلو. تمام. معايا كمان، معايا بصل، بصل ابيض. اوكي. بصلة صغنونة قطعتها كده مكعبات صغيرة، وحطيت عليها شوية خل عشان ما تبقاش لازعة قوي. وهنا معايا طماطم وفلفل حراق. برضو قطعت الطماطم كده ايه مكعبات صغيرة. ومعايا طبعا جبنة موتزاريلا. طيب في الأول كده هحط الايه، هحط في الأول كده شوية طماطم. طبعا أنا مش عايزة، مش حابة إن أنا أحط صوص بيتزا. بحس إن هو بيعجن، بيخلي البيتزا معجنة. فأنا مش حابة أحط، لو انتوا حابين أوكي، بس أنا مش حابة. زي ما انتوا شايفين بقى ده شكل البيتزا. حطيت برضو رشة زعتر. بس طبعا انا كنت فاتحه الفرن على درجه حراره 200 من تحت بس. وبس. ودلوقتي ادخلها بقى على الفرن وهو سخن كده. آه، بس استنوني. زي ما انتوا شايفين كده البيتزا طلعت اهي. بصوا انا بقى ايه، حطيتها الاول ربع ساعه على درجه حراره 180 من تحت بس. بعد كده لقيت الوش محمرش، فحطيتها برضو تاني على ربع ساعة، بس على درجة حرارة 200 برضو. الفرن مفتوح من تحت وفوق عادي برضو. بصوا بقى البيتزا اهي.
زي ما انتوا شايفين اهي من تحت، لونها تحفة. بصوا بتطلع من الصينية مش محتاجة حاجة. بصوا الصينية فاضية اهو. انا نقلتها لكم بس في الطبق عشان تعرفوا ان ايه، ان البيتزا طلعت من الصينية. عايزة اقول لكم الحروق كريسبي، شكلها حلو قوي. بصوا نقلتها بقى تاني في الصينية عشان اعرف اقطعها. بصوا، لا بصوا العجينة رفيعة ازاي وطرية مش ناشفة. بجد تحفة ولازم تجربوها. بصوا بقى عايزة اوريكم الصينية. طبعا البيتزا اتنسفت. هي تحفة بس عايزة اقول لكم شوية ملحوظات كده. طبعا هي العجينة رفيعة جدا وهي مش ناشفة، بس هي رفيعة قوي ومعمولة يعتبر يعني دقيق وبيكنج باودر، ما فيهاش اي حاجة بتطري. يعني ما فيهاش مثلا زبادي بيض، ما فيهاش الكلام ده. ف اللي حاببها انها تكون العجينة اطرى شوية، إيه، يعني يستخدم لها بيضاية، يحط لها بيضاية او زبادي او علبة زبادي. اوكي. بس طبعا المقادير هتختلف. يعني ممكن نستبدل المية بالزبادي، بدل ما نعجن بمية نعجن بزبادي. إيه، بس حبيت اقول لكم بس الملحوظة دي. يعني على حسب المقادير اللي انتوا هتحطوها المقادير يعني المعيار هيختلف. برضو لو حطيتوا بيضة يبقى هنقلل السوائل. يعني انتوا هتحطوا كوباية الدقيق، بعد كده تحطوا الزبادي بالتدريج، او هتحطوا البضاية وتشوفوا هتحتاج مية قد ايه. بس حبيت اقول لكم بس الملحوظة دي. هي العجينة تحفة والبيتزا طبعا رهيبة على قد امكانياتها، فهي رهيبة. بس هي عجينتها رفيعة قوي وعاملة زي البسكوت الطري. يعني أكنك بتاكل بالظبط بسكوت طري، مش عاملة زي العيش أو فلافي كده. لا هي رفيعة قوي، يعني أشبه بالبيتزا الإيطالي. بس إيه، زي ما قلت لكم لو عايزينها طرية ممكن تزودوا زبادي أو بيض. وبرده في ملحوظة تانية، بعد ما بتطلع من الفرن غطوها شوية هترجع تبقى طرية قوي معاكم. انا بس استعجلت عليها عشان كنت جعانه قوي الحقيقه، وفعلا يعني انا نسفتها نفسي. بس واخر حاجه برضو، اخر ملحوظه معلش، انا قلت لكم ان انا سبتها نص ساعه في الفرن. لا هي ما خدتش نص ساعه بالظبط. هو انا اول ربع ساعه حطيتها على درجه حراره 180 من تحت بس. بعد كده لقيتها ان هي ما اخدتش لون، رحت حطاها حوالي 10 دقايق مثلا او 5 دقايق على درجة حرارة 180 برضو، ومن تحت ومن فوق. يعني أول مرة كان من تحت بس، تاني مرة من تحت وفوق عشان تاخد لون. بس ما أخدتش ربع ساعة كاملين، طلعتها قبل الربع ساعة عشان أخف تتحرق أو إيه أو تنشف. بس فإيه، دي كل الحاجات اللي أنا عايزة أقولها لكم. آه، بس كده أتمنى تكون البيتزا والطريقة عجبتكم. بليز لو عجبكم اعملوا لي سبسكرايب ولايك وكومنت، وباي باي.